السلام عليكم. في موضوع ناس كتير بتستحي تتكلم عنه، هو العادة السرية. في ناس بتقول انها عادة طبيعية، وفي ناس بتقول انها عادة خطيرة جدا. حلقة النهاردة هنفصل الموضوع من اوله والاخره وبالعلم وبالادلة العلمية. خليكم معايا عشان تعرفوا الحقيقة. انا اولا في الفيديو ده انا هكلمكم من الناحية العلمية. انا بعيد جدا ان انا اتكلم في الدين، لان المسألة دي مش مسألة تخصني، فانا بعيد كل البعد ان انا اتكلم في حتة الدين. ببساطة العادة السرية تحفيز النفس للوصول الى المتعة الجنسية بس بشكل بعيدا عن العلاقة الطبيعية اللي المفروض انها تحصل في الطبيعي. نوع من الناس بيشوفوها انها طريقة للتفريغ الطاقة اللي جواك، وناس تانية شايفة انها غلط. المشاكل بتاعتها فين؟ لما بتدخل في مرحلة الادمان. يعني في ناس بتشوفها ان هو وسيلة كويسة للتفريغ الطاقة اللي جوه الشخص، تمام؟ لكن هنا كعلميا المشكلة بتبدأ من عند الادمان او الافراط فيها. الفيديو ده هنقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء الاضرار الجسدية، تاني جزء الاضرار النفسية، تالت جزء الخرافات اللي بتتقال عن الموضوع ده وهي ملهاش اي دعوة بالصحة ولا ليها اي معنى اصلا، تمام؟ اول مشكلة هتلاقيها ارهاق المستمر، لان الجسم بيبذل طاقة كبيرة، تحس نفسك معظم اليوم مرهق. انا بتكلم من ناحية الناس المدمنة اللي ممكن يعملوا الموضوع ده في اليوم اكتر من 3 مرات. انا اعرف ناس بتوصل للارقام دي. كتر فعل العادة كتير هيسبب ارهاق، هيسبب خمول، هيسبب مشاكل كتير، تمام؟ تاني نقطة هيسبب لك التهابات، هيسبب لك مشاكل والام في الجهاز التناسلي بالكامل، هيسبب لك التهابات، ممكن يسبب لك جروح، علامات تشوه في العضو التناسلي، ليه مشاكل كتير الافراط والادمان فيه، تمام؟ تالت مشكلة في بداية العادة الواحد بيبقى هرمون الدوبامين عالي، لكن بعد ما بينتهي هرمون الدوبامين بينزل والكورتيزون بيعلى، فده بيسبب ارهاق، ده بيسبب تعب، ده بيسبب مشاكل كتير نفسية هنتكلم عليها برضو، ده بيسبب عدم النوم، ده هيسبب لك مشاكل كتير جدا. نيجي بقى عند المشاكل النفسية. اول مشكلة نفسية هتلاقيها الادمان صعب تبطلها بسهولة. لما تتعود عليها سنة سنتين 3 بتعملها بشكل مستمر وبشكل مفرط، فهيبقى عندك مشكلة في ان انت تتركها. حتى لما ربنا يكرمك وتدخل في الجواز الموضوع معاك هيفضل مستمر. في ناس بتقولك انا هفضل اعملها لغاية ما اتجوز، لا، المعلومة دي خطأ. انت لما تتجوز هتلاقي مشاكل في الانتصاب، هتلاقي مشاكل في العضو الذكري بتاعك، هتلاقي مشاكل في الجماع مع زوجتك، فانت هتواجه مشاكل كتير جدا في الموضوع ده. واصلا ممكن ما تبقاش حابب الموضوع وتفضل مستمر على العادة السرية. ده اصلا بيحصل كتير قوي مع ناس كتير قوي، فانت لازم تحاول تبدأ تبعد عنها للمشاكل النفسية الشديدة دي، وهتأثر عليك أثناء العلاقة، فهتبوظ لك الدنيا خالص. تاني حاجة الشعور بالندم وتأنيب الضمير. لو انت بالذات لو انت شخص مسلم هيبدأ بقى يجيلك تأنيب ضمير، هيبدأ يجيلك ندم. تالت مشكلة هتضايقك نفسيا، دي مش بتحصل مع كل الناس. القلق والشعور بالاكتئاب دي بتحصل مع ناس وناس، تمام؟ في اشخاص معينين ممكن يمروا بمرحلة اكتئاب، وفي ناس ممكن لا، على حسب الشخص ده، تمام؟ رابع حاجة بقى واخر حاجة في المشاكل النفسية اللي العادة السرية بتعملها، ضعف العلاقات، ضعف الثقة في النفس. ما بيبقاش عندك ثقة في النفس، ما بتعرفش تتعامل مع الجنس الاخر، ما بتعرفش تتكلم ولا تتعامل، فهيسبب لك مشاكل كتير نفسيا وجسديا. هنيجي بقى عند ايه؟ عند المعلومات الغلط اللي كانت بتتقال لنا واحنا صغيرين او كنا بنسمعها واحنا صغيرين. دي بتسبب عمى، دي بتسبب عقم. يعني يقول لك لما نظرك يضعف يبقى انت بتعمل عادة سرية، ملهاش علاقة. يقول لك هيجي لك عقم، ملهاش علاقة برضو، لكن بتعمل مشاكل نفسية وصحية كتير زي اللي قلناها فوق. لكن موضوع العمى ده مش موجود، موضوع العقم ده مش موجود. وفي تالت حاجة كمان يقولك الحبوب. يقولك لو واحد بيعمل عادة سرية يبقى جسمه مليان حبوب، لا، هي ملهاش دعوة. موضوع الحبوب ده يا جدعان بيبقى ليه كذا سبب، يا اما بسبب اكلك الغلط، تمام، او بسبب في مشكلة في الكبد. اخر حاجة بقى في حلقة النهاردة لو عايز تتخلص منها ايه الحل؟ اول حل تبدأ تمارس رياضة، وتبدأ تشغل وقتك بالرياضة وبالحاجات اللي هتفيدك.
اذا كنت انت شخص مسلم بقراءة القرآن بالصلاة، اذا كنت شخص مسيحي برضو بتتبع الديانات بتاعتكو، تمام، على حسب انت ديانتك ايه. تلهي نفسك بعبادة ربنا، تمام. دي لوحدها تبدأ تبعد واحدة واحدة عن العادة، تمام. تاني حاجة الفراغ يا جدعان، اكبر عدو للانسان. الفراغ ممكن يدمر اي حد. لما تبقى قاعد فاضي يبدأ الشيطان يدخلك الشيطان يقولك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. الفراغ هيخليك تفكر، طب انا ممكن اعمل كذا كذا كذا. الفراغ ممكن يخليك تعمل حاجات كتير قوي مش حلو. فانت حاول تشغل وقتك، اذا كان بشغل، اذا كان بدراسة، اذا كان بعبادة، اذا كان باي حاجة تفيدك انت. ثالث حاجة تبدأ تبعد عن المحفزات، تبدأ تبعد عن الصور، تبدأ تبعد عن المواقع، تبدأ تبعد عن الفيديوهات، تبدأ تشيل الفولو من البنات اللي على الانستجرام اللي بتثيرك، تبدأ تبعد عن الحاجات دي كلها. هتلاقي الموضوع بدأ يتعدل معاك. تبدأ تشيل الفولو للناس اللي ملهمش لازمة، تبدأ تشيل الفولو للناس اللي بتقولك تروح للسكة دي، تبدأ تبعد عن الناس اللي بتقولك اعمل كذا، تبدأ تبعد عن الصحاب اللي بيقولولك اعمل كذا. واحدة واحدة هتلاقي الموضوع بدأ يتعدل معاك للأحسن. آخر حاجة بقى، لو حسيت ان انت وصلت خلاص لمرحلة الإدمان كده، انت لازم تطلب مساعدة من حد متخصص في الموضوع ده. ملهاش حل غير كده. لو انت جربت كل الحلول اللي فوق وبرضه نفس المشكلة معاك، فانت لازم تروح لحد متخصص في الإدمان في الموضوع ده. وبس، دي كانت حلقة النهاردة. وفي نهاية الفيديو حابب اقول لكم ان العادة السرية مش هتوصلك للمتعة اللي انت عاوزها، ولا هتوصلك لطموحاتك، ولا هتوصلك لاهدافك، بل بالعكس دي هتأخرك لورا وهترجعك لورا وهتبعدك عن طموحاتك وهتبعدك عن التركيز وهتبعدك عن اي حاجة كويسة. وبس، دي كانت حلقة النهاردة. ولو حابين تشتركوا معايا في التدريب الاونلاين، التحولات هي هعرضها لكم على الشاشة. وبس، دي كانت حلقة النهاردة. شوفوا عايزين نتكلم عن ايه الحلقة اللي جاية، واكتبوا لي تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.